واحد هيطلع ويقول لي النهارده المنتخب المغربي سيفوز بكأس العرب. طب اقول له ليه؟ جاوبني، قول لي ليه؟ يعني ايه هو المعطيات بتاعتك اللي خلتك تقول ان المنتخب المغربي سيفوز بكأس العرب؟ هيقول لك ده مسك منتخب جيبوتي غسله 3-1. اللي الناس ما تعرفوش ان منتخب جيبوتي في المباراة او في الشوط الثاني احرج بشكل كبير جدا المنتخب المغربي. عشان نيجي نتكلم على السكتاوي، مدرب محترم، محدش يقدر يقول النهارده ان هو مش مدرب، لا ده مدرب محترم. ولكن المقياس النهارده بالنسبه لنا احنا علشان نقول ان منتخب المغرب هيقدر ان هو يحصل على هذه البطوله، ان هو المباريات القادمه مباريات صعبه. المباريات القادمه مباريات صعبه. عنده اصابه كمان لاشرف بن شرقي وابعدته عن المعسكر، ولكن عنده لعيبه يا جماعه على اعلى مستوى، يعني اكيد طبعا على اعلى مستوى. ولكن اللي احنا شايفينه النهارده ان لسه كمان يعني منتخب الجزائر لسه بيلعب النهارده تقريبا، ولكن المنافسه هتبقى شديده جدا في كاس العرب. يا جماعه كاس العرب المره دي البطوله مختلفه تماما. البطوله ما حدش يقدر يتوقع مين هيكسبها. احنا اوعى تقول لي النهارده كده انا متوقع المغرب يكسب، متوقع تونس اللي احنا قلنا عليها منذ بدايه البطوله ان تونس رايحه بالفريق كامل العدد، هو ده المنتخب اللي هيشارك في افريقيا. ولكن في المباراه الاولى هزم امام المنتخب السوري. اذا فانت عندك النهارده تفاوت كبير جدا في المستويات او تقارب كبير جدا في المستويات. عشان نيجي نقنع نفسنا النهارده ونقدر نرشح حد ياخد البطوله، اعتقد الترشح يا جماعه او الترشيح او التوقعات صعبه جدا. الموضوع مش سهل. المنافسه قويه جدا. حتى كمان مع تعادل المنتخب المصري مع منتخب الكويت اللي هو اصلا في تصنيفه حوالي 134 على العالم، وانت كمصر ترتيبك حوالي 32 او 33. النهارده بتقول ان انت النهارده لا، انت قدام منتخبات قويه، منتخبات عندها استعدادها بشكل كبير جدا. واللي واضح في الموضوع كمان ان المنتخبات بتاعه العرب تماما او منتخبات الخليج، لا منتخبات الخليج النهارده عامله استعدادات قويه جدا. يعني النهارده المنتخب السعودي بيشارك بالمنتخب كامل، يعني ما عندوش حد النهارده ناقص في المنتخب، ممكن يكون في 2 محترفين ولا حاجه اللي هم في سويسرا وبلجيكا وفرنسا. فانما انت عندك النهارده المنتخب السعودي راح بالمنتخب الاول كامل العدد، المنتخب العراقي كامل العدد، المنتخب الاماراتي وعارفين التجنيس والكلام ده كله كامل العدد، المنتخب القطري نفس الكلام كامل العدد. فعندنا حتى المنتخب العماني بنفس الكلام بقى. فانت النهارده عندنا حتى المنتخبات اللي هي الافريقيه، هي باستثناء جزر القمر مشاركه بالمنتخب تقريبا، ما عندهاش طبعا نتكلم في محترفين والكلام ده كله. ايضا عندك منتخب مثلا نقول منتخب تونس، منتخب برضه قوي وهو مشارك بكامل عدد. ولكن الفرق واضح جدا ان في استعدادات قويه من المنتخبات العربيه بتاعت الخليج. المنتخبات العربيه قويه جدا. يعني يا جماعه احنا لسه كمان، انت بتتكلم على العراق كمان من المنتخبات القويه جدا، قوي متطور، منتخب واصل للمرحله الاخيره في الملحق العالمي للوصول لكاس العالم. لا انت عندك السنه دي هذه البطوله بطوله يصعب التكهن بمن سيفوز بكاس العرب هذه النسخه. قويه جدا يا جماعه. اوعى تقول النهارده المغرب هتوصل للنهائي او هتاخد البطوله. لو اخذت البطوله بسهوله، لا، الموضوع النهارده صعب. الجزائر من المنتخبات القويه جدا، ولسه هنشوف هذه البطوله ولسه هنتفرج على هذه البطوله، ولكن بطوله قويه جدا ويصعب التكهن. هل المغرب بطل؟ هل الجزائر بطل؟ هل تونس بطل؟ مش هقول لك هل مصر بطل، لان احنا شفنا ان المنتخب المصري حتى الان لا يقدم كره قدم، والناس تطلع النهارده يقول لك المنتخب المصري قوي. يا جماعه قوي مع مين وليه وفين؟